ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. اولا كده كل سنه وانتم طيبين، يعني رمضان خلاص بقى قرب. ولو لسه بقى ما عملتيش مخللات زيي، ابدأي عادي جدا، يعني مفيش حاجه تحبطك. ابدأي هتلحقي يعني، والمخلل برضو هيلحق يستوي. ولو اي تفريزات برضو لسه ما عملتهاش، ابدأي بقى واعملي ان شاء الله كده، يعني استعيني بالله وابدأي، وان شاء الله هنخلص برضو قبل رمضان. هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل مخلل جزر، وهنعمل خيار، وشغالين بقى ان شاء الله كده مع بعض. ادعوني بس ايه، يعني ما وقفش تاني فيديوهات، لان انا ايه ببدأ كده واتشجع، وتلاقوني بقى ايه رجعت تاني، ايه كسلت تاني. فانتوا ادعوني بقى ايه ما كسلش كده، ونتشجع مع بعضينا كده كلنا، وان شاء الله نعمل بقى ايه يعني فيديوهات حلوة كده الايام اللي جاية ديت. وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل جزر. انا نقيته كده بالشكل الحلو ده، والجزر مش غالي الايام دي يعني، فالحمد لله يعني في حاجة ايه ها مش غالية. يعني الجزر جايباه ب6 جنيه. فهو مخلي الجزر بيبقى تحفة يعني، وبيستوي برضو بسرعة. هقشره كده بالمقشرة الحلوة دي. الخيار هو اللي ايه يعني، هو ب10 جنيه كيلو. بس هو حلو شغال يعني بقى، لان برضو لو اشترينا مخللات في رمضان هتلاقوها اسعارها عالية. فاحنا نعمل، والنظافة طبعا اهم حاجة النظافة. يعني احنا لما نعمل المخللات في البيت تبقى نظيفة احسن. يعني احنا اتعودنا بقى طبعا ان احنا نشتري مخلل في رمضان، ده المخلل الفول الحاجات دي. بس بقى لي فترة كتيرة قوي ما بقيتش اشتري الصراحة الحاجات دي من بره يعني، فبقيت اعملها في البيت. فانت لو متأخرة زي كده وكنتي كسلانة وقاعدة تحت البطانية وسقعانة، لا هنلحق والمخللات هتستوي ان شاء الله، يعني مش بتاخد وقت والله الحاجات دي كلها. هنبدأ بقى نقطع كده بالقطاعة دي او بالسكينة عادي. يعني انا قشرته، يعني غسلته وبعد كده قشرته، وبعدين هقطعه بقى ايه قطع صغيرة كده. عايزة تقطعيه بالطول ماشي، كله حلو يعني، وكله بيبقى طعمه حلو. بس كده. والخيار برضو ايه، بس الخيار مش بقطعه، يعني الخيار ده اصلا مش بلدي، يعني مفيش خيار بلدي اصلا في السوق. ده اللي هو الصوب، فبتلاقوه بيطرى، لو اتقطع هيطرى الخيار. فبنسيبه كده ايه، آه يعني زي ما هو، مش بنقطعه. بس ومش هنحط خل كتير برضه، عشان الخل بيخليه يستوي بسرعة، فاحنا عايزينه برضه ايه، لسه هو فاضل كام يوم على رمضان، فاحنا عايزينه يا دوب ايه يستوي على رمضان، فمش هنحط برضه خل كتير. يعني هتشوفوا برضه هعمله ازاي. بس والجزر هو بقطعه بالطريقة العادية يعني. ومعايا برطمانات بقى غسلها كويس قوي بمية سخنة. ومنشفاها جامد قوي يعني، بجد يعني متعقمة بجد، عايزة اقول لكم. دي اهم حاجة، البرطمانات يعني لازم تبقى نظيفة جدا، عشان المخللات يعني كلها مش حاجة واحدة، مش مخلل نوع واحد يعني المفروض نغسل له البرطمان ونعقمه. لا، كل المخللات لازم البرطمانات تبقى ايه نظيفة جدا ومتعقمة، عشان ما تبص معانا. ومعايا بقى ايه ميه بغليها على النار، عبال ما غسلت بقى طبعا الخضار وبقطع وبعمل. ففي ميه بتغلي وهتبرد خالص، وبعد كده ايه هي دي اللي هزود بيها المخلل. يعني دي هتبقى ميه المخلل، بس نغليها يعني، او في الكاتل برضو، بس نسيبها تبرد خالص. بس هعبي بقى في البرطمانات بكل سهوله والله، يعني المخللات دي مش حاجه صعبه، بس هي ايه اهم حاجه نظافه البرطمان، واهم حاجه تاني الملح، لا نزود ملح ولا نقلل. لان الملح لو زاد طبعا هيبقى مش حلو، هيبقى مالح وهيبقى طعمه مش حلو. ولو قل الملح من المخلل، بتلاقوا المخللات بتلاقيها عفنت وطرت وبقت مش حلوه، يعني هيترمي في الاخر. لكن احنا بقى هنعمل ايه، لكل كوبايه ميه معلقه ملح، معلقه كبيره من الملح كده. ديت بصوا الطريقه المضمونه جدا بجد، مش هنحط كده ايه عشوائي يعني، مش لما بنحط ممكن نحط ملح كتير، ممكن نقلل، فالطريقة دي أأمن طريقة بجد. يعني أكيد سمعتوا الموضوع ده، يعني لو كنتوا بتكسلوا تعملوا الطريقة دي، لأ بجد اعملوها، مش هتندموا يعني. يعني لكل كوباية من المية ليها معلقة من الملح. الموضوع سهل يعني، احنا غلينا المية اهو في حلة، ولو عوزنا تاني هنغلي تاني ونسيبها لحد ما تبرد برضو. اهي بصوا المعلقة اللي هي ايه بتاعت الأكل دي، معلقة كده كبيرة نحط ملح.
ولو عوزنا تاني ميه هنعمل، وهنحط معلقتين من السكر. السكر بيخلي المخلل يبقى ايه، في اللي هي القرمشه الحلوه دي. برضو عايزه اقول لكم بيبقى تحفه. السكر برضو بيعتبر ماده حافظه، بيحفظ المخللات. الجزر مش هحط له خل، هو اللي بحط له الخل الخيار، يعني الخل بيغير طعم الجزر قوي. بس هندوب بقى الملح والسكر بس، وهنبدأ بقى ايه، نحط المية في البرطمانات. البرطمانات الصغيرة دي بتبقى تحفة بجد، انا احب اخلل فيها، يعني احبها اكتر من الكبير. بس الموجود عندنا، يعني انا الخيار هحطه في البرطمان الكبير عادي، لاني ما كانش عندي برطمانات صغيرة تاني. بس دي بتبقى تحفة. هبدأ بقى ايه اعمل مية تانية، يعني ايه، زي ما قلت لك، لو احتجت كده لباقي البرطمانات هعمل لها. يعني بجد التجهيزات بتاعت قبل رمضان دي بتنفعنا جدا. يعني غير المخللات دي طبعا، دي حاجة من الحاجات أساسية يعني لازم نعملها. يعني زي التفريزات والحاجات اللي بنجهزها دي، بجد في ناس بتقول يعني لا، الموضوع يعني ايه يعني لما مثلا ايه، انا مثلا هعمل بصل، ايه يعني لما اخد بصلايه افرمها، مش بس فعلا بيجي وقت علينا ما بيبقاش عندي وقت ان انا مثلا افرم بصله في الكبه، او مش عايزه ابهدل الكبه في الوقت ده، يعني انا عايزه شويه بصل كده صغيرين. فبجد يعني التفريزات او التجهيزات بتاعه رمضان دي حاجه مهمه جدا. يعني في ناس بتحس ان هي موضوع لا، عبيط كده ومش مش مهم قوي، لا بس لا بجد مهم جدا. بص المية دي بقى بتاعت الخيار، حطيت فنجان صغير جدا، او ممكن نقول 3 معالق كبار من الخل، لان زي ما قلت لكم الخيار ده مش بلدي، فمش هنحط له خل كتير عشان ما يطروش، واحنا مش عايزين يستوي بسرعه، احنا عايزين يستوي ايه على مهله كده في الكام يوم اللي فاضلين على رمضان دول. فمش هنحط خل كتير، لان الخل برضو زي ما انتم عارفين بيسرع السوى. فنحط خل قليل عشان ما يطروش، وما نحطش الخيار ما نقطعهوش. زي ما قلت لكم هيطرى وهيشرب ميه كتير، لان ده مش بلدي، لكن لو لقيته بلدي هيبقى حلو جدا، بس هو مش موجود اصلا في السوق دلوقتي. خلاص كده خلصنا. هنغطي بقى برطماناتنا حلو قوي، ولو عايزين تحطوا كيس تحت الغطا بتاع البرطمان يكون أأمن، حلو جدا. ونحاول بقى ما نفتحش عليه، يعني ممكن 3 ايام كده ونبص عليه نشوف الملح، غير كده لا. جربوا بقى وقولوا لي رأيكم.